بشكر حضرتك طبعا على الاستضافه الكريمه. خليني الاول نعرف الساده المشاهدين يعني ايه مخازن الادويه. نعم. لان في كم كبير جدا من المشاهدين مش عارفين يعني ايه مخازن الادويه. صحيح. وقبل ما نخش في الحته دي عاوزين برضو ننوه تنويه عن ازمه مساله الموروثات الثقافيه الخاطئه واثارها على الاقتصاد عموما. بمعنى في موروثات او افكار تتبناها الاجيال وبتتناقلها، فبتمثل حاله من الافكار الخاطئه. تمام. وبتأدي بدورها كمان على ان الناس ما بتقدرش. اديني مثال. هدي لحضرتك مثال، مثلا ان احيانا التغييرات الكبيره بيكون ليها ضرر كبير، او الاعمال المكتبيه او الوظيفه افضل من الاستثمار مثلا. تمام. طول عمرنا نقول الوظيفه افضل من الاستثمار، فده ادى ان اجيال كتير جدا مرت محتفظه بالوظيفه، يروح يقدم على الوظيفه وحريص على الوظيفه ويبيع الاستثمار. تمام. ودايما هو تبنى ان الاستثمار كله مخاطر، الاستثمار كذا. فالموروث الثقافي ده كان في مفاهيم مغلوطه، مفاهيم مغلوطه. دي ازمه كبيره جدا. تمام. لو جينا نسقط هذا الكلام عن مخازن الادويه من المفاهيم الخاطئه اللي تم تبنيها للاسف وتم ترويجها ايضا من خلال الاعلام، ان المخازن الباب الخلفي للادويه المغشوشه، او المخازن ده مش شركه او غير مراقب او غير مرخص او كذا. هذا المعنى للاسف فضل يتناقل لحد ما وصل لبعض الناس اللي هي في جهات مسؤوله، وهو بيتعامل مع المخازن بيتعامل بهذه العقليه اللي هي اصلا موروث. انها مخازن تحت بير السلم مثلا. مخازن تحت بير السلم. تمام. لدرجه ان احنا بنقعد في مؤتمرات كبيره او نقعد في اجتماعات كبيره بنتفاجأ باحد الحضور وتكون شخصيه كبيره جدا يقول احنا ما عندناش مشكله نتعامل مع المخازن المرخصه، مشكلتنا مع المخازن الغير مرخصه. فدي ازمه كبيره، لان اصلا كون ان في مخزن غير مرخص دي مشكله كبيره، مسؤوليه قانونيه كبيره جدا. ففكره ده موروث للاسف ادى لخساره كبيره جدا جدا على الجانب الاقتصادي وجانب خساره كبيره جدا ان ما حدش اهتم بالاستثمار في المخازن. ده كلام مهم جدا. تمام. طبعا انا دي مقدمه حبيت اقولها، وهرجع مره تانية اتكلم عن يعني ايه مخزن دواء بالظبط عشان ندي الاهميه وبعد كده نفند هذه الاهميه. بالظبط. مخزن ادويه، احنا النهارده عندنا شركه تصنيع ادويه، شركه بتصنع دواء. تمام. وعندنا شركه توزيع ادويه. شركه توزيع ادويه دي في اقل منها مخزن دواء، ده اقل في حجم الاعمال، ولكن هي نفس اوراق الشركه بالظبط. اوراق الصادره من هيئه الاستثمار، السجل التجاري والبطاقه الضريبيه صادره من هيئه الاستثمار، شركات التوزيع ورقها صادر من هيئه الاستثمار. حلو. ترخيص التداول اللي احنا بنسميها الرخصه اللي هي صادره من هيئه الدواء المصريه. نعم. وكان قبل كده وزاره الصحه، هي نفس رخصه شركه التوزيع صادره كذلك من هيئه الدواء المصريه. نعم. يبقى اذا من الناحيه القانونيه مفيش فرق بينه ابدا. الفروقات بتكون في الممارسات وحجم الاعمال. يعني ايه في الممارسات؟ الهيكل التنظيمي كشركه او كمخزن. بالظبط. تمام. ممكن نسميها كده. فالشركه ممكن يكون عنده فرع واثنين وثلاثه ومنتشر على مستوى الجمهوريه، المخزن ممكن يكون عنده فرع واحد. حلو. لكن في النهايه هو بيخضع لنفس الرقابه اللي بتخضع ليها الشركه، وبيأدي نفس الدور اللي بتأديه الشركه سواء بسواء. جميل. يبقى المخازن دي هي لابد انها تكون مرخصه وبتاخد ورقه من هيئه بالظبط. بالظبط. مثل شركه التوزيع، وبتخضع للرقابه الدوليه من هيئه الدواء المصريه. جميل. الاقل منها الصيدليه. دي اركان منظومه الدواء في مصر. حلو.